السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده، بس قبل ما نجاوب عليه خلوني اقول لكم انه السؤال ده هو مهم جدا جدا جدا، بس هو للأسف مش منتشر بين الآباء والأمهات، يعني ما تلاقوش ومش هتلاقوا كتير بيسألوا عنه. هما في الغالب الأسئلة اللي هتكون منتشرة حوالين من الأب والأم إنه إزاي أتعامل مع الطفل العنيد، أو الطفل اللي هو الطفل اللي مش بيسمع الكلام، يعني بيعند في كل حاجة، أتعامل معاه إزاي؟ ومثلا إزاي أتعامل مع نوبة الغضب اللي بتيجي للطفل لما أقوله مثلا لأ على حاجة. يعني مثلا احنا في السوبر ماركت فبنشتري حاجات وهو عاوز حاجة معينة وانا مش موافقة عليها، فهو بيبدأ ان هو يعط ويتصرف تصرفات مش بتكون مرضية بالنسبة للأم أو الأب. فإزاي أتعامل مع الحالة دي وأخليه لما أقول على الحاجة لأ تبقى لأ بدون نوبة الغضب دي ما تحصل؟ ازاي مثلا ما خليش الطفل يكون عدواني؟ يعني ازاي اتعامل مع الطفل العدواني اللي بيكسر كل حاجة او اللي بيضرب صحابه او بيتصرف بطريقة عدوانية، يعني او الطفل او الاطفال اللي بيكونوا مدمنين على الاجهزة الالكترونية، وده برضو اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. كل الأسئلة دي مهمة، مفيش حد يقدر يقول ان هي مش مهمة ولا يقلل من اهميتها، بس السؤال ده برضو اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي هنجاوبه النهاردة في الفيديو ده ان شاء الله مهم جدا ما يقلش اهمية عنهم. يعني انت لما تكون عارف الفرق بين الحضانة والروضة وتعرف ادوار الحضانة وادوار الروضة، والحضانة بتفيد الطفل بايه والروضة بتفيد الطفل بايه، دي حاجة كويسة. يعني هي المعرفة عامة كويسة وحلوة، وأكيد أكيد مش هتسبب ضرر خالص، بل بالعكس هي ليها فوائد كتير. فيلا بينا نعرف الفرق بين الحضانة والروضة. أول حاجة الحضانة بشكل بسيط خالص هي مكان بيستقبل الأطفال الأقل من 4 سنين، ودوره رعاية الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم المختلفة، وكمان نشر الوعي بين أسر الأطفال دي. الحاجة التانية، الحضانة بتكون تحت إشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية. أوكي، نيجي بقى للروضة. الروضة هي مكان بيستقبل الأطفال الأكبر من 4 سنين، يبقى الحضانة كانت أقل من 4، وعادي ممكن من عمر يوم، سنة، سنتين، 3. بيكون في أماكن مخصصة كمان للأطفال حديث الولادة، سراير وكل حاجة مجهزة ليهم. بقى أول فرق إن الحضانة أقل من 4، الروضة لازم أكبر من 4 سنين. تاني حاجة، الروضة بتخضع لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم. يعني وزارة التربية والتعليم بتعد خطط وبتعمل مناهج لرياض الأطفال. الحاجة التالتة، الروضة ممكن تلاقوها في مكان لوحدها، وممكن تلاقوها داخل مدرسة في صورة فصل أو مجموعة فصول جوه المدرسة، بتكون روضة عادي جدا. يبقى الفرق بين الحضانة والروضة، أول حاجة إن الحضانة بتستقبل أطفال أقل من 4، الروضة لازم أكبر من 4. الفرق التاني اللي هي الحضانة بتكون تحت إشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن الروضة وزارة التربية والتعليم. الاتنين بيرعوا الأطفال وبياخدوا بالهم منهم. الروضة ممكن تلاقوها في مكان لوحدها، وممكن تلاقوها داخل مدرسة لأن هي بتكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، فعادي جدا تكون داخل مدرسة. وبس كده، ده كان الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتم منه جدا وتكونوا عرفتوا الفرق بين الحضانة والروضة، وما تقولوش على الروضة ان هي حضانة تاني. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب. باي.